استاذي توقعاتك كم تتوقع؟ توقع ان شاء الله 2-0 ان شاء الله. كيف شايف الاوضاع يا كابتن؟ والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ليلة تاريخية. الحمد لله، وفرحوا القطيف اليوم. أنا فرحان كثير اليوم، شفت شعارات الأندية كلها موجودة، وهذا الشيء هذه السنة كان في ترابط غير طبيعي يا كابتن. ثاني شيء قاعد نسوي رسالة للمجتمعات كلها، بسبب هذه الفرحة. أنا اليوم شفت ناس من الدح تبكي، والله تبكي، الغاوي يبكي. هذه ما جات كذا، هذا يدل ترابط الإدارات، حبهم البعض. يعني اليوم هذا اللي من تاروت، يعني هو وأخوه كبير في السن، يدعي بين الشوطين والغاوي يصيح. الحمد لله، يعني إن شاء الله نخرج من هذا المكان واحنا نتابع، يعني بالجوالات نتابع النتيجه الثانيه. الحين الحمد لله ما يحتاج، ان شاء الله يتممها علينا على خير، وان شاء الله نطلع فرحانين ونعيد براحه، والجروبات كلها فرحانه. ابو عمار مشاعرك؟ الصفا متقدم 2-0، نستغل بعد ما يغنوا. مشاعر لا توصف، ارفع صوتك. مشاعر لا توصف يا فاطمه، كان نادي المطر اللي فاز الليله ترى، احنا جينا نساند فريق الصفا كاننا نادينا ترى، وهذا الواجب علينا، وهذا المفروض نسويه، كل جماهير القطيف تسويه. حبيبنا ابو حبيب من الجنود المجهولين في نادي الصفا، في المركز الاعلامي، في عمل كبير، تصاميم جباره، اليوم صعود جبار ايضا، وصعود تاريخي لنادي الصفا. اوصف لي مشاعرك. والله حقيقة ما اقدر اوصف هذه الفرحة صراحة. شوف الجماهير من كل حد وصوب، من سيهاد الى صف وجد. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين على هذا الصعود، وكل الشكر لحق جميع جماهير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يعني اللحظات الأخيرة وأنت تنتظر صافرة يعني النهاية كيف كانت؟ ما أقدر أوصف الشعور صراحة. كل الشكر والتقدير لحق اللاعبين، الإدارة، جميع المركز الإعلامي. صراحة صار لنا أكثر من أسبوع إحنا نشتغل على جذب الجماهير، والحمد لله وفقنا. ما أعرف معليش، بين الخسارة اللي كانت قبل جولتين على ملعب نادي الصفا وبين الفوز اليوم، اتوقع ان صارت رب ضارة نافعة، ان الفرحة مع اللحظة الأخيرة صحيح كانت يعني متعبة الانتظار، لكن بعد الصبر كذا الفرحة تصير غير. سبحان الله سبحانه وتعالى رايد لنا ان نفرح في صفوة. نعم. يعني الخسارة من الصقور خسرتنا صراحة الفرحة، بس لما فزنا مع الريال الحمد لله 1-0 إلا تصير الفرحة أمام الجماهير هذه كلها. الحمد لله رب العالمين. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. أيوة. كابتن ألف مبروك. كيف الفرحة؟ فرحانة، صافي فرحانة الحمد لله. كيف كانت هذه التهيئة لهذه المباراة؟ يعني أجواءك قبل المباراة، أثناء المباراة؟ أكيد المباراة هاي صعبة، وأن فريق جايك مو يعني ما عندي شيء يخسره. الحمد لله احنا اهم شيء بتركيزنا، دخلنا بتركيزنا وخلصنا يعني المباراة الحمد لله. تعبتوا قبل المباراة بالتفكير وكذا؟ الواحد كلهم لاعبين كبار يعرفوا كيف يجيبوا المباراة. حبيبي كابتن ألف مبروك. الله يبارك فيك. الظاهرة ألف مبروك. الله يبارك فيك. كيف اليوم يعني كاشخ بعد برتقالي؟ قلنا انه الصفا تستاهل، زي ما باركنا للترجي وقفنا اياهم، اليوم وقفنا اياهم. حبيبي والف مبروك لجميع انديه القطيف، موسم مميز. أول مرة ما تقول لي ما أوصف شعوري، يعني قدرت توصف شعورك؟ وصفت قبل لا وصفته، يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. هلا بالسين. أهلا. كيف اليوم الفرحة؟ والله كاشف يا أخي. هلا. كيف اليوم كانت الفرحة يا سيدنا الغالي؟ بالنسبة لي يعني شو اسمه الفرحة زين، تعتبر متواصلة، والصفا نادي عزيز علي زين، وبالذات الرابطة اخواني يعني، ولهم معزة خاصة في قلبي زين، وهل صفوة بعد ما يحتاج بعد وبتشوف هناك. الفرحة مدبلة اليوم. الفرحة مدبلة صحيح زين، والحمد لله يعني صعود الترجي والصفا، استمرار لتميز كرة القطيف
في كرة القدم، وإن شاء الله الجاي أفضل إن شاء الله. حبيبنا يعطيك العافية أستاذي. كيف كانت الفرحة اليوم؟ والله ما توصف حقيقة، يعني الشكر لله سبحانه وتعالى أول شيء، ثم الجماهير اللي جت من كل المنطقة الشرقية، مو بس القطيف لحالها، من كل محافظات المنطقة جونا، فشكر لهم بالدرجة الأولى وللاعبين الإداريين اللي ما قصروا حقيقة طول الموسم. اليوم احنا الصفا وقبلنا الترجي، وإن شاء الله الموسم الجاي إن شاء الله أندية أكثر على مستوى المحافظة تتأهل إن شاء الله بإذن الله تعالى. وعد أولادك بسحورة. ماسكين فيه سحب فيها. اي والله. اندومي حبيبي. ابو رضا عطنا المشاعر. اي مشاعر والله ما توصف، يومين ما نمت. يومين. وش تفكر؟ كيف تفكر؟ علمني وش يعني تقلب المخدة كذا؟ لا ما في، كله في المباراة، طلع مباريات. تخيل 3-0 جت ليلى وفرحنا. شوف الفيديو الليلة مفاجأة لك فيه. اعرف خلاص الاشياء هذه انا خلاص صرت منكم فيكم. عفر حبيبي. مبروكين. قول لنا مبروك للقطيف كلها، مبروك الترجي موسم استثنائي للقطيف، وعقبال الدرع يجيب الترجي. ابغاك تتكلم عن مشاعرك انت قبل المباراة، كيف كنت عايش الجو؟ خوف، يعني انا ما بقول لك ان انا، لان انت تلعب تحت ضغط، اي فريق يلعب تحت ضغط، ما في الا فريق واحد في المملكة كلها يلعب تحت ضغط ويفوز، اللي هو الهلال. مع اني انا ماني هلالي، اعترف قدام العالم. بس اللي جنبك اتحادي ترى، يعني استنكر. بس انا اهلاوي ومعاه، انا ما ابغى الصفا يصعد الين والاهلي يضل يلو. زين خليني يعني اتكلم عنك انت واهالي صفوة، يعني كيف كان الشارع الصفواني خلال هذا الاسبوع؟ الشارع الصفواني قاعد يتكلم عن هالمباراة لدرجة ان شفت شاهد الحضور الجماهيري اللي من جميع منطقة القطيف وصفة كلها، حتى الطفلات الصغيرة تتكلم عن المباراة. الكل مشاعره اتجاه هذه المباراة، ونقول الف مبروك للصفا يا كشخه انت دوري درجة اولى ويلو وحركات. حبيبي توفيق. مبروكين. كيف المشاعر؟ والله الحمد توصف ولا ما توصف؟ ما في شيء يوصف. الحمد لله رب العالمين على هالفوز، والحمد لله على التأهل، وشكرا لجميع الحضور من جماهير القطيف كلهم. ان شاء الله القادم افضل. اهم شيء الناس اللي صورتهم تنزل صورهم، ها؟ كل واحد يدفع فلوس. مبروكين كابتن، والله بصراحه شعللت المدرج يا اخي. هذا من واجبنا، هذا عن نأدي الواجب بس الرقصه يعني غير شكل. حبيبي الله يسلمك. حبيبي يعطيك العافيه. السلام عليكم، الف مبروك. كيف توصف المشاعر؟ المشاعر صراحه ما اقدر اوصفها، ما في احسن من انك تفرح لابديرك وهالناس هذه كلها اللي جت وحضرت، والحمد لله انه ما رديناهم خايبين صراحه. احنا شفناك قبل صافره النهايه وانت قاعد تترقب وتقول كانك تقول صفر يا حكم. والله من وانا في الملعب من دقيقه 40 اقول لي تبقى صفر. فرحه ما تنوصف صراحه. وش تقول لهذا الجمهور اللي حضر اليوم؟ جمهور كبير ما شاء الله. والله مو بس اليوم، من بدايه الموسم من ال9 شهور الناس اللي حضرت ووثقت فينا ودعواتها وبرسائلها، قبل على راس واحد فيهم. يعطيك العافيه. الصفا كيف السنه الجايه؟ ان شاء الله افضل واحسن ان شاء الله. ما نبغى صعود هبوط، على لا نبغى ان شاء بقاء. الله افضل ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك العافيه. اهلا مبروك. وش هالمشاعر هذه؟ شاعر الجميع، كل حبيبي والله. كيف الحين كيف مشاعر؟ كلمني السنه الجايه. دور يلو. كلمني عن وش تقول للدرجه الثانيه؟ خلاص بيبان. مع السلامه. اهلا. اوه الاستاذ والطالب. ايوه. الف مبروك. كيف المشاعر؟ هذه اول تجربه صح؟ خارج نادي الخليج. الخليج السعودي للممتاز، والحين درجة ثاني السعودي للأولى. الحمد لله رب العالمين، توفيق من الله. مشاعر فرح أكيد، الحمد لله. واجهنا صعوبات كثيرة من بداية الموسم، ورب تممها لنا على خير، الحمد لله رب العالمين. الحضور الجماهيري عمل عليكم ضغط اليوم؟ لا أبدا، بالعكس دعم، اعتبره دعم من الجماهير، وما قصروا معانا حتى في وسط الهزايم، كانوا موجودين معانا وداعمين لنا بشكل كبير. الخسارة اللي كانت من الصدور كيف أعدتوا الحسابات وكذا؟ صراحة أثرت الخسارة بشكل كبير لأنها كانت غير متوقعة، لكن الحمد لله صلحنا الأوضاع، عرفنا أخطائنا وتداركنا الوضع، والحمد لله رب تممها وصعدنا على خير. لا تصير رسمي، ترى بالابتسامة أحلى. يعطيك العافية. مبروك. الله يبارك فيك. أعطينا مشاعر كابتن. الحمد لله مجهود ديال الموسم كله ما راحش على الفاضي. بالجمهور الحمد لله اللي ساعدنا طولة الموسم، إدارة ولاعبين كبر نشكرهم، والحمد لله. الجمهور عمل عليكم ضغط اليوم؟ بالعكس طول الموسم
كان يساندنا والحمد لله هي نتيجه الاخير. بين الشوطين انتهى الشوط الاول 0-0 بين الشوطين. وش قلتوا بين الشوطين في غرفه الملابس؟ شفنا ان كان فريق وش صعب على مشوار الامور، بس الحمد لله تركيز اللاعبين جهدهم اعطى نتيجه فيها. توقعت الجمهور يكون بهذه الكثافه اليوم؟ اكيد الحمد لله طول الموسم مش بس بالاداء. يعطيك العافيه. بشكرهم وان شاء الله. حبيبي الله يسلمك. معليش يعطيك الف عافيه، الف مبروك الفوز. وش توصف مشاعرك اليوم وانت سجلت احد الاهداف؟ الحمد لله، اول شيء هذا تعب سنه كامله، جينا نخدم من اول الموسم. الحاجه الباقيه اللي في اخر الموسم توجنا بالصعود، هذا النادي الحقيقه يستاهل الصعود. الناس الكل تعبت، اداره، اطار فني، لاعبين، الحمد لله ما خيبنا الجميع، ونهدوا الفوز هذا للجمهور الكبير اللي جاي اليوم ساندنا الحمد لله. الجمهور ما عمل عليكم ضغط؟ ممكن هذا السؤال سالته كل اللاعبين. والله الجمهور بالعكس هو حافز لينا، في ممكن لعيبه تنقصهم خبره يحسوا ضغط، بس اللعيبه اللي لاعبين كوره وعندهم خبره بالعكس هذا حافز ويكون معانا الجمهور ان شاء الله. شعورك وانت تسعد الجمهور اليوم انت تسجل في مباراه مصيريه مهمه؟ والله الحمد لله احسن هدف في الموسم، الهدف هذا كان هدف حاسم. شفت الناس هذا والجمهور اللي جاء الحمد لله فرحناه، هذيك احسن حاجه الحمد لله فرحنا الناس. كلمه لهذه البنت الصغيره الحلوه هذه سر النجاح هذه. الله يحفظها. عطنا اسمها، وش الاسم؟ غالية. الاسم غاليه. غاليه في ليله غاليه. يعطيك العافيه يا غالي. شكرا لك، يعطيك العافيه. مبروك اخي. كيف المشاعر؟ والله الحمد لله اخيرا هرمنا. يا ابو علي يا ابو علي، تحضر كل الافراح مع كل الانديه لكن ناديك غير اكيد. اكيد الكلمات. كيف طعم الفرحه مع النادي؟ مع الكلمات تعجز. اليوم ابناء بلدتي تفرح، اليوم القطيف تفرح، اليوم تكتمل الافراح لهذه المحافظه الجميله بصعود الترجي، صعود الصفا، كل الانديه. قول كل الانديه عشان الله. الحمد لله رب العالمين، هذا شيء يفرح ويدرج الصدر، لكن اليوم فرحتي غير. بلدتي الحبيبه تفرح، تخرج الجماهير فرحه، هذا شعور لا يوصف. اشكر اداره نادي الصفا، الجمهور الرقم الصعب الذي فعلا آزر وما زال يؤازر من أول بداية الدوري إلى اليوم، هو الرقم الصعب. أشكر الإدارة، الجمهور، اللاعبين، الجهاز الفني والإداري، عليهم أن يخططوا للقادم لأن القادم أصعب. دوري يلو لن يكون سهل ولهم تجربة في دوري يلو، أعتقد إدارة نادي الصفا إدارة حكيمة ولهم تجربة، أعتقد سيستفيدوا من خبراتهم في تواجدهم في دوري يلو إن شاء الله. حبيبنا أبو علي، وبصراحة هذا إنجاز تاريخي لنادي الصفا، والإنجاز الجميل أيضا أنه هو يتكرر الصعود للدرجة الأولى خلال ما يقال خلينا نقول حتى لو 10 سنوات مثلا أو 9 سنوات، لكن أنك تعرف الطريق هذا شيء جيد. الحمد لله رب العالمين. يعطيك العافية. ألف مبروك. الله يبارك فيك. أعطينا المشاعر كابتن. والله المشاعر ما تنوصف، يعني رجعنا 7 سنوات للوراء، يوم التأهل والفرحة، واليوم ما قصروا. 7 سنوات من التأهل الأول صح؟ 2015. الحمد لله كلنا ثقة في الفريق من أول مباراة إلين هذه المباراة، والدليل الجمهور ما فقد الثقة خصوصا بعد التعثر مباراة الصقور، لكن احنا جينا نأكد أن فريقنا بيتأهل. حبيبنا الغالي كابتن، والله العظيم الكابتن حمد الهاجري أتذكرك وأنت تتسلق الشباك في نادي مضر في دورة كافل اليتيم في القديح. هذا الكابتن يا ناس مهاجم. اصلا فاجأتني انت لما تقول اتذكرك وهو صغير، يعني معناته لكن فرصه سعيده شفناكم اليوم. شوف كيف عالقه في الذاكره كابتن، لان الاحتفاليه غير. من يتسلق الشبك؟ شفنا القديح كلها زي ايام ماجد 1407 يوم سجل على الهلال، شاف الرياض كلها. لكن الف مبروك لنا والف مبروك للمنطقه كلها، الحمد لله هذا انجاز كبير يتسجل، وان شاء الله عقبال دوري روشن، ونشوف كل انديه القطيف في دوري يلو وروشن كلهم ان شاء الله يكونوا بالقمه، وفرصه سعيده ان شفناك شفنا الشوق كلهم. كيف شفت الجمهور؟ والله الجمهور ما شاء الله كلاعب سابق بودك انك تكون موجود في الملعب صح؟ الاجواء الحمد لله كانت جمهورنا جمهور صفا وجمهور القطيف بشكل عام جمهور حماسي، يحثك على الجهد بالملعب ويحثك على الحماس، وهذا دائما نرجو منهم، وان شاء الله نشوفهم في دوري يلو ونشوفهم في روشن ان شاء الله. سعيد جدا اني شفتك يا كابتن، والله العظيم يعني من بين يمكن شفتك اول مره الى الان يمكن 20 سنه، وانا اسعد بصراحه شيء مو طبيعي. يعطيك الف عافيه. شكرا لك. حياك. الف مبروك. كيف كانت الفرحه اليوم؟ فرحه ما توصف، فرحه البلد كلها الحمد لله رب العالمين، مو فرحه فرد ولا فردين ولا نادي فرحه البلد كلها الحمد لله رب العالمين. وهذه والله لو دفع فيها ملايين على
تحصل الفرحه هذه صعب تحصلها، بس الحمد لله مع الله نصرنا وحقق امانينا ووصلنا الهدف الحمد لله رب العالمين. انت كنت زعلان يوم تطلع مباراه الصقور، زعلت واجد، لكن اليوم رجعت. لا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد الله عطانا امنيتنا الحمد لله رب العالمين، امنيتنا كانت حقيقة الحمد لله رب العالمين، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، وفضل الجماهير وفضل اللي هو الاداره وفضل اللي هو الحمد لله رب العالمين الرابطه هذه والحضور كلهم الحمد لله رب العالمين. هذا ما اقدر كيف تشكرهم دولة ما ادري والله. يعطيك الف عافيه، وهذه الفرحه تسوى الدنيا وما فيها. الحمد لله رب العالمين. الله يعطيك العافيه. ويا سلام ويا سلام. ما علينا من الكلام. نعم، والصفا رمز المحبه والموده والوئام. يا الله. ايه. يعطيكم الف عافيه، الف مبروك. يعطيكم العافيه. هذه جماعيه ولا فيديو؟ الف مبروك. بارك فيك يا استاذ علي. قول لنا كلمه على هذا التاهل. نقول مبروك لنادي الصفا، وان شاء الله الى الدرجه الممتازه باذن الله ان شاء الله. ما شاء الله. ابو فراس. ابو كرم. مبروك هذا الفوز لنا جميع المنطقه، جميع محافظه القطيف. وشفت الجمعه واللمه وهالناس اللي حاضره وفرحانه بهالفوز، وان شاء الله يا رب كل ايامنا فرح وسعاده، والله لا يفرق بيننا، والرياضه تجمعنا، احلى ما في الرياضه انه قاعد تجمع القلوب مع بعض، فان شاء الله يا رب جمعتنا كلها فرح وسعاده يا رب. حبيبنا الذهب ابو كرم. الى صفا الكيان، من قديح المحبه الى الخليج الى المحيط الى الترجي الى النور الى الصفا حتى التآلف، قصدي نادي الجبيل ما شاء الله، راس النوره الثقبه، كلنا كيان. بس ابو حسن عاد مو ينزل الخليج ويصير دربي، ان شاء الله احنا شدوا حيلكم ابو حسن. باسم سيهات مبارك لاهل صفوه السعود، وان شاء الله يكون فاعل خير للمنطقه كلها. اليوم احنا شفنا الحمد لله مضر، شفنا النور، شفنا اليوم الصفا، ان شاء الله الخليج يبغى في الممتاز ويكون في تنافس للمنطقه للصعود الى الدوري الممتاز. جميل. ويصير الدربي في روشه. ان شاء الله روشه. اول من كره اليد الى كره. نعم ابو فراس، باقي انت ما يصير، لازم تقول كلمه. مبروك الى الشرياص الصفاني. اليوم الشرياص في سماء مدينه صفا، حامل شعار نادي الصفا، وزاف في البشرى لاهالي القطيف عامه بصعود فريق الصفا لدوري يلي، وبالتوفيق ان شاء الله. حبيبنا ابو فراس، يعطيكم العافيه جميعا. حبيب الف مبروك يا كابتن، وصف لنا المشاعر. الله يبارك فيك، صراحه مشاعر جدا جميله، الفرحه مع الجمهور اللي ما طلع زعلان اليوم. الف مبروك للجميع، واللي كان معانا من قريب ومن بعيد، الف مبروك. انا لاحظت كابتن، شفتك يعني يمكن قبل اسبوع او اسبوعين وكنت اقول لك مباراه مهمه، لاحظت في ثقه وهدوء، وش السر؟ والله شوف، تمتلك نجوم زي الشباب، الفريق صراحه ما قصر من بدايه الموسم، كانت ثقتنا في نفسنا في المجموعه كلها ان شاء الله حلم الصعود راح يتحقق. الحمد لله رب العالمين. يعطيك العافيه، مكافاه صعود حركات. الف مبروك، الف مبروك الصعود. وصف لنا مشاعرك حبيبي بسرعه. ما اقدر اوصفها ابدا. وصف يا اخي، كلكم ما تقدروا توصفوا. بارك لهم لان لهم دور كبير ومجهود كبير في الانجاز. كيف يعني ابو حسين؟ كيف؟ ما احتاج، اللي قاموا فيه مثل ما تقدمتوا فيه، فوق الراس. على راسك حبيبي. مشغل الساعه. انا احب دي الكلمات اللي كذا. الله يخليك. الليله في مفاجاه لك. خلاص شوف، طبعا انا من كثر المفاجاه كل واحد اعطاني شوي، يعني كان زي الورقه المشقوقه، وكل واحد اعطاني حاجه وانا كونت قصه. في كنز الليله بينشر، انت جزء من هالكنز هذا. حبيبي تاج على راسي، يعطيكم الف عافيه، واحنا حاضرين دائما. هذا طبعا فرسان المركز الاعلامي في نادي الصفا اللي عملوا التحشيد والشغل الكبير. ياسر انا دائما اسميك مشاكس، وانت بصراحه مشاكس، واسمح لي يعني مع الشاشه وخلف الشاشه، لكن اليوم كيف الفرحه؟ لا اكيد فرحه لكل صفه، لكل صفه. من متى احنا نستنى هاللحظه؟ الحمد لله. انت اذا يخسر الفريق تزعل زعل شديد. لازم. لكن اليوم الحمد لله قبل المباراه كيف كانت يعني الامور بالنسبه لك؟ يعني خلينا نقول انت واثق من التاهل ولا نص ونص؟ يعني تكلم لي بصراحه. لا احنا واثقين من التاهل،
احنا من قبل لا نبدا المباراه احنا واثقين. انتهى الشوط الاول 0-0، كيف كان الامور؟ للحين احنا كنا واثقين، ولين ما قبل ما نسجل احنا واثقين في ابطالنا، ما قصروا وجابوا هذه شخصيه معيز دي، يعطيك العافيه. ألف مبروك التأهل بعد 7 سنوات. الصفا يكرر 8 سنوات تحديدا، لان كنا لا تقول لي 5 أيام بعد. ايوه كنا في موسم الدرجه الاولى المسمى سابقا يتكرر الانجاز. 8 سنوات يعني يعتبر شيء واليوم 8 ابريل على فكره، ف8 سنوات وتاريخ 8 ابريل مصادفه 8 بوابات. نقول بوابه يمكن نقول باشره حظ جميل الحمد لله رب العالمين، وهو العوده للمكان الطبيعي لنادي الصفا، وكفايه علينا درجتنا. راح يتعلم الصفا من السنه اللي صعد فيها وهبط ان شاء الله. دروس قاسيه اخذناها في ال8 سنوات تعلمنا منها الكثير، وان شاء الله الرؤيه للامام ولا عوده للخلف بعون الرحمن. حبيبي يعطيك العافيه. يا رب. كلمه سريعه كابتن بعد هذا الصعود. الحمد لله رب العالمين، حقك هذا الصعود الثاني، وباذن الله ما نرجع الى الثانيه باذن الله. إن سواء احنا كنا موجودين او الاداره اللي بعدنا جت يحافظوا على هذا المكتسب. الشيء المبهج ان احنا الصفا اكمل النتائج الطيبه لانديه القطيف هذا الموسم، وانا والله العظيم كنت متفائل جدا هذا الموسم بان انديه القطيف كلها راح تبشر، والحمد لله. كيف استطاع الفريق النهوض بعد مباراه الصقور اللي خسرها على ملعبه؟ كانت مباراه مهمه. صحيح، لان لاعبين كبار وجهاز فني كبير. باختصار يعطيك العافيه. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. والله كشخه يا اخي، كشخه يا اخي. مبروكين هذا الصعود، وانت اليوم تعتبر واحد ايضا من فرسان الانجاز. ابو سليمان عملت مع الفريق وان كان الفتره وجيزه، الا ان قلبك ومشاعرك واضح بانها مع نادي الصفا. اشوف بكل امانه الشكر والتقدير لهم هم، اداره ولاعبين واجهزه فنيه واداريه. حبيبي عبارك ابو سليمان، وما دام راضي عنك ياسر امورك طيبه. فهم يحتاجوا. احنا بدينا صحيح ان عملت وياهم تقريبا اكثر من 3 شهور اعداد ومعسكرات وبدايه دوري، ولكن تتكلم عن 30 مباراه، 30 مباراه تجي بجهد، الجهد لهم هم والله العظيم. فألف مبروك لهم، ألف مبروك للصفا، ألف مبروك للترجي، ألف مبروك للفرق اللي صعدت في القطيف. هذا يعطي زخم لمنطقتنا، المنطقة الشرقية، صعود هذه الأندية، وإن شاء الله الموسم القادم فرحتنا. نقطة قوة نادي الصفا في الملعب فنيا، وش نقطة التفوق؟ شوف الصفا يتفوق ب3 جوانب بكل أمانة، حراسة مرمى 14 كلين شيت، مدافع مالك الميلاد مدافع قوي جدا، مدافع تونسي، والمهاجم عدنان الوردي، إضافة إلى الأطراف. أنا أشوف قوة الصفا في أطرافه، الجيلاني والعويشي هم في أطرافه. وأنت نقطة قوة الفيديو. يعطيك العافية. ألف مبروك يا أبو عبد الله. الله يبارك فيك. إنجاز تاريخي صراحة. يعني أنا شاهدتك بعد خسارة مباراة الصقور مبتسم، رغم أن الخسارة كانت قاسية، إلا أنك قلت لا زال في أمل، ما في مستحيل. أنك تنتشل الفريق بهذه الابتسامة وأنك تكون أقوى من الظروف، هذا بحد ذاته درس. اللاعب لما يشوفك ترجع للحياة، يرجع للأمل، والدمعة نازلة من عينك. حقيقة لما تعطيها اللاعبين خلفك جمهور بالحجم هذا اللي وصل من كل المنطقة الشرقية، ما بقول صفا ولا القطيف، كل الشرقية كانت موجودة اليوم. ثقة كانت موجودة بعد الله، ثقة من رب العالمين اللي مستمدها. الفريق كان يعطيك الثقة صحيح، يمكن كابو الجواد كانت مع الصقور، بس كانت الكرة في أقدامنا في ملعبنا، وكنت واثق من الفوز. اللهم لك الحمد. الحين اللاعبين يبغوا مكافآت الصراحة. يستاهلوا ما في شيء، هذا حق من حقوقهم. والله ما قصروا، يستاهلوا. مدبلة يستاهلوا. أبو حسن بصراحة أنت اليوم كل السنوات شعلة نشاط في كل المجالات، خصوصا في نادي الصفا، دائما تغطياتك وعملك وجهدك. أنا أقول اليوم ألف مبروك الصعود، واعتقد هذا الصعود يعني هدية من هذا النادي إلك أنت وللجماهير. أكيد هذا الصعود فرحة صراحة. أنا يمكن اليوم هذه الفرحة الوحيدة اللي يمكن اليوم بكيت فيها في أفراح صفا. تستاهل صفا أن تعيش فرح في هذا الوقت. يعني احنا الآن في عصر صراحة، في عصر الذهبي في وجود محمد غلاب
صعودنا الممتاز في السله في الطائره والان القدم. زين هذه افراح كلها ان شاء الله في صفوه وتدخل كل بيت ان شاء الله. القطيف كلها الشرقيه كلها اليوم فرحانه بفرح صفوه وهذا شيء اسعدني بصراحه. انت كيف شفت مشاعر الجماهير وانت تعمل لقاءات وانت تصور والله قبل المباراه اثناء المباراه بعد المباراه؟ طبعا قبل المباراه كانت الناس شوي عندها توتر، بعضها عندها متفائله جدا. زين بعد المباراه الناس كانت فرحانه، كانت شعور نزلت دموع اليوم ها؟ نزلت كثير من الناس بكت، بالذات جماعه الرابطه، رئيس النادي، اعضاء مجلس الاداره، اللاعبين، اكثر جماهير صفوه اليوم فيهم نزلت دموع. لحظات تحقيق الحلم جميله. جميل جدا وجودك حبيبي قلبي.